السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا ولنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، اللهم امين يا رب. حضراتكم النهارده هنتكلم عن موضوع ملاحظ. يعني حضراتكم العاملين في قطاع الدولة، الموظفين يعني ببساطة، طبعا ناهيكم عن البيروقراطية عشان تخلص ورقة بتتعب فيها وتروح من مكان لمكان، شيء غريب واحنا في القرن ال21، لكن احنا حالنا يصعب على الكافر زي ما بيقولوا في المثل. لكن حضراتكم تلاحظوا ان زي ما بنقول ببساطه كده عشان حضراتكم يوصلكم الموضوع، خلق الموظفين اصبح ضيق، يمارسوا انواع من السلطه. يعني اسهل كلمه عنده يقول لك تعالى بكره، الراي المثل يقول لك فوت علينا بكره يا سيد. اسهل حاجه عنده ان هو يمارس عليك نوع من انواع السلطه. يعني عشان تخلص ورقه يحسسك انك انت يعني تلاقي طريقته فيها صلف في التعامل، فيها نوع من السلطويه، مش فاهم ليه يعني. لكن بعد تجربه مره واثنين وثلاثه، الموظف ده انسان بيتقاضى اجر مقابل تقديم الخدمات للناس، سواء كان موظف كبير او موظف صغير شغال في مصلحه لخدمه الناس عشان يسهل عليهم الاوراق او طلباتهم، يقدم لهم خدمه. يعني النهارده الموظف يا اخوانا ما بيحماش انك انت تكلمه كلمتين. يعني عشان تقدم له ورقه عشان تخلص تلاقي ممكن يتشكل معاك بدون سبب، اصبح خلقه ضيق. وده راجع برضه لحالته الاقتصاديه، وانا مرتبه مش مكفيه، لكن يحمد ربنا ان هو بياخد مرتب غيره وما بياخدش مرتبات، بيدفع بس. او ممكن حضراتكم عشان تخلص ورقه واحده تروح كذا مكان، ويا عيني لما تدور على الختم، ويا عيني لما تورد في الخزنه، ويا عيني لما يقول لك ورد وما يكونش معاك فيزا، لازم تجيب فيزا وتدور على حد يكون معاه فيزا وتروح من مكان لمكان. المفروض يا اخوانا الحاجات دي تنتهي. يعني الحاجات دي تنتهي خلاص، عطف عليها الزمن. يعني انت عشان تطلع ورقه مطلوبه منك واللي طالبها منك ما عندوش مبرر ان هو يطلبها منك، ده جزء تاني حضراتكم. تروح للموظف تحس ان الموظف عايز يتخانق معاك وكأنه كاره وجودك، مع انك انت مش مجبر انك انت تروح له، ده انت مطلوبه منك من هيئه تانيه عشان الورقه دي تعملها. يعني انت رايح غصب عنك. اذا كان هو قرفان فالمواطن قرفان 24. خلاصه المقوله عايزين نقول ان حال الشعب المصري كله سيء، سواء العاملين في قطاع الدوله او المواطنين. لكن المواطنين ناس طيبين، ناس بسطاء. هو رايح عنده ورقه عايز يخلصها، انت بتتعنت ليه؟ انت ليه زي ما بيقولوا توقف المراكب السايره اذا كانت سايره اساسا؟ ما بص حوالينا حضراتكم في كل مصر، في كل ارجل مصر، الناس كلها ماشيه تكلم نفسها. الناس تعبت، الناس جابت اكتر من اخرها. يعني المفروض حضراتكم الموضوع ده يكون يعني يقول لك الفساد الاداري. طب ما هو في ناس ممكن تخلص اي ورقه وممكن تكون صعبه، او يعني مش من الوضع العادي يصعب ياخد يوم واثنين ثلاثه، بالتليفون ممكن تخلص. يعني مش ماشي على مسطره واحده او ميزان واحد. لسه ما زلنا احنا في عصر القرون المتاخره